السلام عليكم مشاهدينا الكرام. يوم جديد مع وصفة جديدة. اليوم غنقدم لكم وجبة عشاء سريعة التحضير بمقادير بسيطة، كراطان بالشيفلور او القرنبيط او الزهرة. ننتقل معكم دابا المقادير. عندنا كاس ديال الحليب بارد، عندنا القليل من بودرة الثوم، عندنا الابزار، عندنا الملح، عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة، عندنا لا شابلور او الخبز محكوك، عندنا 2 بيضات، عندنا القليل من الكزبرة المعدنوس، عندنا فرماج محكوك، انا درت خليط ما بين الموتزاريلا والفرماج الاحمر، وعندنا القرنبيط حبة متوسطة. ننتقل معكم دابا الطريقة ديال التحضير. طريقة التحضير: خدينا الشيفلور قطعناه بهذا الشكل بحال هكا، قطع صغيرة. الشيفلورة قطعناها بهذا الشكل وغسلناها، شويه ديال الملح والماء، شويه ديال الخل. دابا غادي نحكوها في هاد الحكاكه. ديال الحليب، الشيفلور عطاتني بزاف، عطاتني هذا حكات، خرجت لي لا كونسيتي كثيره. كيبان لي غادي نزيد واحد البيضه باش يلاه تنسجم معايا المقادير. نزيد بيضه واحده اخرى، يعني على حسب الشيفلور شحال غيزيد لكم ديال البيض. زدت بيضه واحده اخرى. نضيفو القزبر والمعدنوس، نخليو شويه تنزينو به من الفوق، وغنضيفو شويه ديال الفرماج، ونخليو شويه للتزيين، 2 معالق ديال لاشابلور، معلقه ديال الزبده، بودره الثوم، الملح على حسب الذوق، كل واحد على حسب المذاق ديالو. الابزار حتى هو على حسب المذاق، كاين اللي كيبغي حار، كاين اللي غير شويه نسمه ديال الابزار باش ما يجيش حار بزاف. صافي كنخلطوا هاد المكونات كلها حتى كتنسجم لينا، وكنجيبوا المول ديال الفران وكندهنوه بالزبده، كنكونوا شاعلين الفران، كيكون الفران سخن لينا، وكنصبوا هذا الخليط في المول ديال الفران، كنزينوه من الفوق بالفرماج محكوك، وحتى كيخرج من الفران عاد كنزينوه بقليل من الكزبر والمعدنوس اللي خليناه جانبا. بعد ما خوينا الخليط في هاد الطاوه ديال الفران،
المول ديال الفران عفوا اللي دهنا بالزبده. نسيت ما قلتش لكم باننا كنديروا واحد الخليط ديال واحد الكاس ديال الحليب مع بيضه مع معلقه ديال مايزينا، كنخلطوهم مزيان كنطربوهم وكنصبوهم بحال هكا فوق الخليط بهذا الشكل. من بعد كنديروا الفرماج اللي بقى لينا مبشور من الفوق، كنزينوا به وكندخلوا الكل الفران. من بعد ما غتخرج لينا من الفران حنا غنوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكراطان ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، كيكون بهذا الشكل بحال هكا. دابا غنقطعوا معكم واحد المورصو باش نشوفوا كيفاش داير من الداخل. ها هو الشكل النهائي ديالو، ها هو الشي باقي سخون يلا خرجتو، كيجي بهذا الشكل بحال هكا. نتمنى يعجبكم وتجربوه. غتجربوه ما غاديش تبقاو تخاو به، غتبقاو دائما ديروا فيه ما يبان شي فلور في الموسم ديالو. غادي تبداو تجربوا هذا الكراطان بحال هكا، كيجي لذيذ. ها هو كتاكلوه بالمعلقه بحال هكا، كينزل مرصو واحد شفتي. كنتمنى تجربوه. ما تنساونياش من الاشتراك، ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيو مع الاهل والاصحاب ديالكم. وشكرا على الانضمام ديالكم للقناه ديالي وعلى التشجيع ديالكم.